يا السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم إن شاء الله طيبين؟ معكم محمد قسم الله هنا قسم شو. أيام أقسم بالله مشتاقين يا أخي، أول شيء رمضان كريم عليكم وينعاد عليكم باليمن والبركات. عارف طولنا عديد يا مان، أنا كلمة يوتيوب ده أصلا نسيتها. أنا نسيت إنه أنا بعمل فيديوز في يوتيوب يا مان، فمشتاق لكم أول شيء مبدئيا شديد شديد شديد، وأحب أطمن كل الشباب إنه القسم بخير، ما في حاجة حاصلة والأمور ذاتها. نحن نخش في موضوعنا طوال صراحة، لأنه أنا مسخن شديد 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 داير أتكلم، ما دارين انترو ذاته اللي نخش عليه طوال يا مان. المهم من غير مرحب بكم مره ثانيه والكلام ده، ان احنا الليله دايرين نتكلم عن الدراما السودانيه في رمضان لحد الليل. صراحه انا قبل رمضان لما كان في حوالي 9 أو 8 مسلسلات داخله في السيزون الرمضاني الدرامي السوداني، يعني انا مبسوط، فاهم؟ انا في حاله من الذهول، انا مبسوط جدا جدا بالخطوه دي، بغض النظر عن اغلاط، بغض النظر انه نحن ما عندنا قنوات دراميه اصلا في التلفزيون، كفايه بس قنوات اليوتيوب. لكن صراحه خطوه حلوه شديد من شركات الانتاج ومن الممثلين ومين، فالموضوع يبسط صراحه بالجد يعني. فبديت احضر مسلسلات صراحه، انا كان قلت لكم بديت احضرهم كلهم، بكون بكذب عليكم صراحه، لا في زمن الكلام ده لا انت بتقدر تجمع انك تحضر الحياه دي كلها. لكن الحصل كالاتي، تبعت شويه مسلسلات. هنا الليله 9 رمضان، يعني في 9 حلقات نزلت. كنت جاي اتكلم عن 3 مسلسلات الليله، لكن في حصل حاجه فحتكلم عن مسلسلات، فاهم؟ مسلسلين صراحه يعني لا خلاف عليهم، اي زول حيكون بيحضرهم، يعني بدات تحضر حاجه اكيد حتبدا تحضرهم. فمبدئيا حنتكلم عن مسلسل حبيب الملايين، فاهم؟ هتكلم شنو؟ مبدئيا كده هنتكلم عن مسلسل زاندا احمد الجير، من 9 حلقات من مسلسل زاندا. صراحه ما اكذب عليك، انا مبسوط وضاير احضر لسه، فاهم؟ لا انا مستني العشرة بحضر، لا انا لسه مستعد احضر. صراحه الموضوع حلو في الموضوع بتاع السايكو دراما ده، يعني الحق ابوه مات محروق، امه ماتت، فاهم عليه البرنامج بتاع ما لاقين بيت، فاهم؟ انت بتخش معهم في المود بتاع الحزن جد. اي نعم عندي المشكله بتاعت انه فاهم هو ما دي جابوه، لكن هو حرفيا انه نحن شفنا السيناريو ده قبل كده في محمد رمضان، حرق السيناريو ده اصلا، انه والله حينضرب وحيتعب وفي الاخر حيخش ويبقى زول كعب، يعني فاهم ابن حلال وحبيشه، فاهم؟ الموضوع ده انتهى صراحه، حضرناه كله وهو دخل ابن حلال في البرنس، فاهم كده. لكن انا مبسوط، انا قلت لكم بالرغم ده كل ده انا مبسوط صراحه بالمسلسل، بالرغم من انه جوده التصوير والايديت ما كده، بس لقدام يعني الناس تحاول شنو؟ تحاول تحبك القصه اكثر، فهمتوني؟ فده كان كل تعقيبي عن مسلسل زاندا. انا مستعد احضر لسه ولسه عشان اكون مستمتع، فاهم؟ فنمشي بعدين نشوف المسلسل اللي بعده بيتكلم عن شنو. المسلسل معانا دروب العودة. طيب يا جماعة، مبدئيا وقبل ما اتكلم عن اي حاجة بالنسبة لي انا لحد هسي، انا كان المفروض احضر ود المك وبديت احضرها، وحصلت المشاكل اللي في المسلسل صراحة كسلت احضرها، وفعلا الليلة وقفوا يعرضوا الحلقة، فخليت مسلسل ود المك اجلته شوية، هو واخر خيار اجلتهم شوية، فاهم؟ يعني حاليا انا متابع في دروب العودة وزاندا، لكن يعني باقي المسلسلات كلها شفتها منها يعني حلقة وحلقتين، لكن ما متابع. ده ما استعجال مني، لكن بالنسبة لي دروب العودة يعني احسن مسلسل يتعرض حاليا من ناحية كله، قصة، سيناريو، تصوير، إديت، إنتاج. حرفيا أنا مستمتع لأبعد درجة، يعني أنا مستمتع. أنا مرات بنزل الحلقات بتاعت كم يوم عشان أحضرها في حلقة واحدة، تكون حاجة دسمة كده مبسوط بها. طيب مسلسل دروب العودة تبع منو؟ طبعا المسلسل إنتاج جلال حامد، اللي شاكل مع أحمد الجيجر، اللي تشاكل مع شكسبير، الشغال مع جلال حامد في المسلسل. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. المهم ما علينا بكل ده، المسلسل فيه ممثلين جميلين جدا صراحه، ويعني اداء انا ما اعرف اوصل لكم انه انا مبسوط به وقدر شنو، او يعني فاهم يعني. طيب كملوا يا مان، دار اشوف لسه حرفيا، يعني انا مقتنع بالتمثيل، ما زي مثلا في مسلسلات بغض النظر بيجي يقول لك اسمك ايه، تعال كشف لي انا قاعد امثل، انا قاعد امثل، فاهم؟ ما توريني انك بتمثل يا مان، مثل انه انا اقتنع بالحاجه دي، بديني الجو بتاع المجتمع السوداني، بالمزيكا، باللوكيشنز اللي بيصوروا فيها، بطيبه الناس اللي في المسلسل. صراحه
يعني بيذكرني بمسلسل، لو متذكروا مسلسل حكايات سودانيه، ده من اعظم الانتاجات اللي اتعملت في تاريخ الدراما السودانيه بالنسبه لي. مسلسل بتذكر وكان بيتعرض في رمضان الساعه 11 بالليل، بتذكر كان من احسن الحاجات اللي انا حضرتها. فالموضوع بتاع دروب العوده بيديني نستلجا يعني للحاجه دي، بتذكر الحاجه دي، بتذكر الموضوع بتاع دروب العوده ده والمسلسل بتاع دروب العوده ده ينتمي الينا، فاهم؟ دي الحاجه اللي انا من اكثر الحاجات اللي انا مرتاح لها في المسلسل. وبرضه زي ما قلت لكم انا ما قاعد احس انه ممثل بيمثل، لا، الممثل بيديني الطابع الحقيقي عن القصه اللي بيحكوا فيها، يعني بتخليك تخش في القصه حرفيا. ممكن في زان ده في النظريه بتاعت السايكو دراما والكلام ده اوتوماتيكي انت بتكون تزعل بطريقه مأفوره كده، لكن هنا انت فاهم كانك انت مع الناس دي في القصه، انت بتزعل الزعل، تحس انه الزعل حقيقي لما العواره، فاهم؟ حقيقي عديل، وبتفرح يعني بغض النظر عنه عوض شكسبير طبعا من القامات اللي انا بحترمهم جدا، يعني حضرت له في الحقيقه، حضرت له فيديوز، ده كان ملك السوشيال ميديا زمان ايام التليفونات الصغيره الاكس 2 والتيوبي دي والكتموب والحاجات دي، ما كان في فيديوز في يوتيوب غير لجمال حسن سعيد، لا ده جمال حسن سعيد، جمال حسن سعيد وعوض شكسبير الاثنين بيتشابهوا، فهمتوا؟ فالاثنين ده الاساطير بالنسبه لي يعني، وبالاضافه لربيع استاذ ربيع يعني وانتظرت، فاهم؟ دي الاساطير ثابتين لو ظهروا في اي حته انا بكون مقتنع بالحاجه. فالمسلسل لحد هسه بالنسبه لي يتصدر السباق الرمضاني في الدراما السودانيه، يعني الله شوف الجمله دي كيف، والله انا مبسوط وقسما بالله مبسوط، فاهم؟ فجوده الانتاج وجوده التصوير والممثلين في كله، فالناس اللي ما حضرت درب العوده لسه، انا اقول لكم ارجعوا واحدوا المسلسل ده، وحظكم انكم ما حضرتوا، هتحضروا 10 حلقات ورا بعض سوا، انا بستناها كل يوم حلقه. فمن هنا شاوت اوت جدا لجلال حامد وعوض شكسبير، فاهم؟ يعني انا اتمنى انه المسلسل يكفي صح، بس يعني دي انا خايف منها، فاهم؟ انا يعني انا بكلامي ده يعني انا ما قاعد اقول يعني ده احسن مسلسل جوده في التاريخ، لكن شنو كخطوه مبدئيه تجاه انتاج مسلسلات بجوده عاليه، لا انا مبسوط، دي تجربه كويسه جدا، فاهم؟ بغض النظر انه القصه ماشيه تبقى على شنو، على ال9 حلقات دي انا مبسوط بها جدا. ففي الاخر انا طولت عليكم صراحه، انا الكلام صراحه واقف هنا، انا داير اتكلم ليكم وما اوقف تصوير. طبعا ده اول حلقه انا اصورها يعني ون شوت، انا ما قفلت الكاميرا، ون شوت، فاهم؟ انا شغال بتونس. فصراحه انا مبسوط بالموضوع، ان شاء الله الناس دي تستمر وبالتوفيق للكل، وان شاء الله المشكله اللي في ود المك تتحل يعني، ويكون في حل الموضوع، عشان يعني ما دارين حاجه زي دي توقف او تكسر الناس اللي شغاله على الحاجه دي. فده كان تعليق بسيط جدا على الحاصل. لو حبيتوا الحلقه ودارين منها اكثر، شيروا البوست، شيروا الفيديو ده من يوتيوب او من فيسبوك، وقولوا لي تحت في التعليقات كل 3-4 حلقات ممكن نعمل فيديو زي ده نتكلم فيه عن تفاصيل الحلقات كونسه، ما كتحليل. انا ما محلل درامي، انا ما زول بفهم في الدراما والسينما على القد ده، يعني نحن بنتونس في الاخر يا جماعه. فاتمنى تكونوا استمتعتوا جدا، انا صراحه استمتعت بونستي معاكم، وقسما بالله انا ما متذكر من كم ما انبسطت كده، والله الفيديو ده حيكون طويل صراحه، ما اعرف كم بالضبط، لكن انا مبسوط بجد يعني، فهمتوا؟ فان شاء الله ما هنقطع في رمضان تاني عندكم كم فيديو ان شاء الله. لا صراحه الموضوع طلع ممتع، تصوموا وتفطروا على خير، وتقبل مننا القيام والصيام، كل الحياه الضابطه اللي انتم بتعملوها. ما تنسوا تدعوا لاخوكم، والله امور جايزه. في الاخر كان معكم محمد قسم الله، هنا قسم شو، السلام عليكم.